الدنيا هذه الإنسان هو المدمر كما احنا نقولوا، الإنسان هذا هو المدمر في هذه الدنيا. ودوك نعطيك واحد المثال كما احنا نقولوا في الدين. وش يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك ربي خلق 3 حوايج في هذه الدنيا، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الملائكة. ميز الملائكة بالعقل ونحالهم الشهوة، وميز الحيوان أنه نحلوا العقل وعطاله الشهوة. والثالثة الإنسان هذا اللي راه داير حاله عطاله ربي العقل والشهوة. إذا تبع الإنسان عقله راه من الملائكة، وإذا تبع شهوته راه أكرمكم الله من الحيوانات. وكما احنا نقولوا الرزق هذا والقلق ما تغضبش عليه. قصة سيدنا داود مع المرأة قاع يعرفوها. المرأة كانت كاينة واحد المرأة في الزمن هذاك تاع سيدنا داود، كانت عندها اليتامى كما احنا نقولوا، كانوا عندها اليتامى. هي كانت تخدم كما احنا نقولوا زربيات وليطابي هذوك تاع بكري، كانت تقلعهم وتروح تبيعهم وتشري هذوك صوالح وتوكل ولادها. هي واحد النهار جا واحد الطائر فدلها البساط وراح. حارت هي تقول لك انا دوك كيف نوكل ولادي ما على باليش. جات قرب على سيدنا داود، دخلت ليه قالت له أربك عادل أم ظالم؟ قال لها اتقي مولاك يا مرأة، كيف تقولي على ربي ظالم؟ قصت عليها القصة، وهي تكملت القصة. دق الباب، جاو أكبر تجار في هذاك العصر. قال له سيدنا داود قال لهم تفضلوا. جابوا له هو كل واحد 100,000 دينار كما احنا نقولوا، قطعة تاع دينار، دراهم كبيرة كما احنا نقول. قالوا لماذا تتصدقون بهذا المال؟ قال له يا ودي باللي كنا في البحر، كنا في سفينة جايبين السلع تاعنا، هي ثقبت بينا السفينة. دعينا ربي قلنا يا ربي لو كانت نجينا كل واحد يتصدق ب100 دينار. جاء هذاك الطائر عطالهم بساط. شوفي سيدنا داود وش قال لها، وبقات هذه ديما قال لها رب يتاجر لك فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحار أتقولين عليه ظالم؟ خلاصة القول يعني الإنسان رزقه يجيه هو يتقلق عليه.